أهلا بيك في بوصلة من كنز، منصة إدارة متجرك على كنز. في الفيديو ده هنشرح إزاي تتابع الطلبات بتاعتك بكل سهولة من خلال قائمة الطلبات. أول حاجة بندوس على جديد. هنا هتلاقي كل الطلبات اللي محتاجة موافقة منك. تقدر توافق على كل طلب لوحده أو تختارهم كلهم مرة واحدة وتدوس من إجراءات على قبول. كمان تقدر تنزل الصفحة دي كملف إكسل لو حبيت تخلي المعلومات دي جاهزة عندك. هتلاقي بيانات مهمة للطلب زي رقم الشحنة، رقم التتبع، وده بيظهر بعد ما الطلب يتأكد، المنتجات اللي جوه الطلب وعددها، الوقت الباقي لتأكيد الطلب وشحنه، إجمالي الإيرادات اللي بينزل لحسابك، وسعر البيع على كنز ده اللي العميل بيدفعه، العمولة اللي اتخصمت، وطريقة دفع العميل. بمجرد تأكيد الطلب بيبقى جاهز للتوصيل، ودي الطلبات اللي محتاجة تطبع بوليصاتها وتجهزها للشحن. بيظهر لك هنا كمان رقم التتبع اللي بيكون موجود على بوليصة الشحن. من تصفية تقدر تحدد هي البوليصة اتطبعت قبل كده ولا لأ، وشركة الشحن اللي دخل عليها الطلبات. ولو عندك طلبات كتير تقدر تختارهم كلهم مرة واحدة وتطبع كل البوليصات من إجراءات. ولو عايز تطبع بوليصة معينة تانية تقدر تعمل كده بكل سهولة. بالنسبة للمكان ده فده اللي بيكون فيه شرح للطلب فين دلوقتي. في الطريق دي الطلبات اللي في الطريق، وصل الطلبات اللي استلمتها العميل خلاص، اتلغت الطلبات اللي انت لغيتها بنفسك قبل ما تأكد الأوردر، فشل توصيل يعني الطلب ما وصلش للعميل لأي سبب، قيد التحقيق في مشكلة وبيتعدل من خلال كنز، مرتجع من الزبون، ودي المرتجعات تقدر من هنا تتابع حالتها وتشوف استلمتها ولا لأ. وبكده تكون عرفت إزاي تظبط كل الطلبات بتاعتك بسهولة من مكان واحد على بوصلة.